ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. زي ما انتوا شايفين كده، هو عاملين النهارده شيش طاووق، وعاملين كفتة، وعاملين خضار سوتيه، وعاملين رز بسمتي. تمام كده. هو عاملين كام وجبة في الفيديو ده؟ هنعرف. عاملين 20 وجبة، عملناهم ازاي، بتكلفة قد ايه، وايه الكمية اللي استخدمناها لل20 وجبة في الشيش طاووق، وفي الكفتة، وفي الخضار السوتيه، وفي الرز. خليكم معايا واحدة واحدة، هتعرفوا كل حاجة في الفيديو دوت. حاجة هنعمل التتبيلة بتاعة الشيش طاووق، وهي عبارة عن 3 فصوص توم، وبصلتين كبار، وقرنين فلفل رومي. لو انت بتحبي الخضار السوتيه حامي، بتحطي قرن فلفل بارد على قرن فلفل حامي، بس عشان دي طالعة وجبات، فبنفضل ان احنا عشان الاطفال بنعملها باردة. بعد كده بتجيبي العلبة الزبادي اللي هي الكبيرة، وهحط كيسين عليها من تتبيلة الشيش طاووق، دي بتيجي جاهزة. الكمية اللي انا استخدمتها من الشيش طاووق قد ايه؟ استخدمت بالظبط 2 كيلو 400 جرام. عشان اعمل 20 وجبة استخدمت 2 كيلو 400 جرام من الشيش طاووق. بعد كده بقى نبدأ نحط التوابل بتاعتنا. يبقى حطينا علبة زبادي كبيرة، وحطينا كيسين من الخلطة اللي هي الجاهزة بتاعت الشيش طاووق، وحطينا معلقة ونص من البابريكا، معلقة ونص من الكاري، وحطينا معلقة ملح. تمام. وهنزل بقى بالخلطة اللي انا فرمتها، اللي هي البصل والفلفل والثوم. هحط هنا اهوت معلقتين من الخل الكبار، وهحط حوالي 4 معالق من الصويا صوص. لو مش متاح عندك مفيش مشكلة، بس يفضل ان انت تحطيه، بتديها لون حلو قوي في الشوي. وده الشيش طاووق اللي انا جايباه. هحط عليها الخلطة زي ما انتوا شايفين كده اهوت، وهقلبها كويس جدا، وهسيبها على الاقل ساعتين. الفترة اللي انا سبت الشيش في التتبيلة، في الفترة دي قطعت فلفل وبصل وطماطم من غير بذر، قطعتهم مكعبات زي ما انتوا شايفين كده اهو. فلفل الوان مع بصل مع طماطم. وبنجيب العصيان بتاعت الشيش، بكون حطاها في ميه، يعني شطفان بميه الاول. وبعد كده بحط بقى ايه؟ فلفل، يعني قطعه فلفل، قطعه بصل، قطعه طماطم، زي ما انت حابه. يعني الخضار دوت زي ما انت حابه، او زي ما الاوردر مطلوب منك. انا كانت مطلوب مني اني انا احط كده هو، وبرصه زي ما انتوا شايفين كده. هو كانت العصايه بتاخد معايا حوالي من 3 قطع ل4 قطع على حسب حجم القطعه. انا بصراحه كنت مخلياه الورك يعني الورك المخلي اللي هو بتاع الشيش طاووق، كنت مخلياه قطع خرط آه كبيره. ما كنتش عاوزه ان هي الخرطه تبقى صغيره، فكان مقطعها بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. هو هرص الكميه بتاعتي كلها وهحطها في الصاج جنبي هنا. هو الكمية دي هتطلع قد ايه؟ هتطلع في كل طبق هحط قطعتين من الشيش طاووق، يعني قطعتين حلوين كده هوك بالخضار بتاعهم. هيعمل لي بالظبط 21 طبق من الشيش طاووق، يعني كل طبق هحط فيه قطعتين. يعني احسبي كده هوك، يعني ايه 21 طبق في قطعتين؟ هيبقى حوالي 42 قطعة شيش طاووق. يعني الكمية اللي انا جايباها 42 قطعة من الشيش طاووق، دي الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده اهو. هتسويها بقى ازاي؟ هقول لكم هسويها زي ما هي كده اهو، ولا هغطيها بورق ألمونيوم ولا اي حاجة خالص. انا هولع الفرن، والشواية هتبقى هادية خالص. هتقولي تحطي الاتنين مع بعض، اقول لك بهدي الشوايه كده اهو، وبولع من تحت على العالي. ليه ما بخليش النار واطيه؟ عشان لو خليت النار واطيه هتنشف مني، فيفضل ان هي تبقى النار عاليه عشان تاخديها كده هو طريه وحلوه. ومن على الوش كده هو هنرش شويه فلفل اسود كده هو، بتخليها طبعا برضو طعمها حلو. عقبال ما هتستوي هنعمل هنا هو مع بعضينا الكفته دي انا شارياها جاهزه كده هو. ايه كميه الكفته اللي استخدمتها قد ايه برضو لل21 وجبه؟ هي الاول قلت لكم 20 وجبه، فجت في الاخر وجبه زياده، فعملوا لي بالظبط 21 وجبه. دي كميه الكفته، دي حوالي 2 كيلو ونص بالظبط. انا بجيبها كده هو من عند الجزار، ما بزودش عليها حاجه الا بس حوالي 3 معالق كبار من طعم الكباب. دي توابل بتتجاب جاهزه، وبحط معلقتين كبار من الفلفل الاسود.
لكن هي جايه متبله وجاهزه وكل حاجه، يعني محطوط فيها بصلها وحاجتها كلها. بس انا بحب ازود الفلفل الاسود عشان بحب ان هي تبقى حاميه شويه، وبحط زي ما قلت لكم طعم الكباب ده بشتريه من عند العطار برضو، وبقلبها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده هو. ويفضل ان هي تبقى متلجه شويه، يعني انا في الفتره دي ايدي خلاص يعني كانت ساقعه قوي من كتر ما انا بقلبها وهي مجمده. بعد كده بجيب السيخ بتاعي وببدأ أصب عليه، وبيبقى جنبيه طبق فيه شوية مية، سواء مية بصل أو مية من الحنفية، وعليهم سنة زيت كده هوك. وببدأ أصبع كده هوك على السيخ، يعني ببل ايدي كده هوك بلة بسيطة عشان الكفتة يعني ايه تبقى متساوية بتاع يعني معايا كده هوك، ملمسها يكون من على الوش ناعم كده هوك. وبحط في الصاج زي ما انتوا شايفين كده هوك. هعمل الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده هوك. كده انا عملت الصاج كله، دي كمية ال2.5 كيلو بالظبط. هحطه بقى على جنب هنا هوك، لان زي ما انتوا عارفين احنا حاطين الشيش طاووق في الفرن. انا هنا هو كمية الرز اللي استخدمتها قد ايه؟ استخدمت 2 كيلو وربع بالظبط من الرز. انا حطيت هنا هو 2 كيلو، وكان عندي رز سايب حطيت ربع كيلو عليهم وبلتهم. انا بحب الرز البسمتي ابله قبليها بحوالي ساعة. نوع الرز اللي انا استخدمته رز الضحى. طبعا احنا بنحاول نستغل الوقت اللي الشيش طاووق فيه بيستوي، يعني ان احنا ايه نعمل الاوردر كله مره واحده، ما نقعدش ان احنا ايه نقعد شويه ونقوم نكمل. فقلت في الفتره ديك لما احط المخلل بتاعي بتاع الوجبات بتاعتي. المخلل اللي انا استخدمته، استخدمت كميه كيلو بالظبط من المخلل ده. بجيب مخلل مشكل كده هوك بيتباع فرداني كده هوك مش في علب. جبت الكيلو تقريبا بحوالي 25 جنيه. في اللي هو ميته حمراء وفي اللي هي ميته بيضة، اللي انا جايباه دوك. يفضل ان انت تستخدمي في الوجبات المخلل النوع دوك. بتجيبي مشكل اللي هو بمية بيضة، اللي هو ما بيتحطش عليه هريسة شطة. ده بيبقى حلو جدا كده. انا خلصت من المخلل والشيش طاووق بتاعي طلع اهو بسم الله ما شاء الله، يعني حلو قوي. عاوز له بس وش ايه تحمير من فوق كده هو. هديله وش في الشوايه، انا بشوفه كده مستوي ولا لا، لقيته مستوي جدا. بس حابه ان انا اديله ايه تحميره من فوق كده هو اللي هي ايه بتاعه الشوي. رحت قلبيه على الناحيه التانية اللي هو من تحت عشان اديله التحميره بتاعته، وحطيته في الفرن. في الفتره دي كنت بعمل الرز بتاعي بحط شويه من الزيت، وبعد كده بنزل بحوالي بصلتين كبار كده هو بقطعهم حتت صغيره، وهم على النار بنزل بليمونتين اللي هو الليمون بتاع الرز. وبحط حوالي 7 فصوص حبهان، وبحط عودين من القرفة اللي هي القرفة الخشب، واقلبهم كويس جدا. يفضل الحبهان انا هنا هو فتحته، بس هو يفضل ان انت ما تفتحوش، تحطيه زي ما هو كده هو، او تحطيه ناعم. ليه؟ عشان الحتت اللي في الحبهان ديك بعد كده بتنطر في الرز، فبيبقى بيقرقش كده هو. يعني ممكن تيجي حبايه كده هو في بق حد وهو بياكل الرز هيحسها ان هي عامله زي الطوبه. بعد كده هنزل بمعلقتين كبار من الكركم. الكركم دوت هو اللي بيديله لون. بعد كده بنزل بالرز بتاعي بعد ما صفيته بالميه، لو الميه ما شربتهوش بنزل بيه. انا هنا هو الكاميرا يعني الموبايل بتاعي كان سخن، فما ينفعش ان انا اصور يعني الحته دي. وبعد كده بنزل بحوالي معلقه ونص كبيره من الملح. والبهارات اللي انا بوريها لكم دي بهارات كبسه هندي، عشان في نوعين من البهارات بتاعه الرز البسمتي، نوع بهارات عاديه ونوع بهارات كبسه هندي. انت بتقولي للراجل عاوزه بهارات هندي، دي بتديله طعم حلو قوي. بحط منها حوالي معلقتين كبار مع الكركم واقلبه كويس جدا. هنا لازم الرز بتاعي بيتشوح حلو قوي، يعني لازم الرزايه تبقى سخنه من بره ومن جوه، مش ان هو يعني يتشوح قوي كده هو داخل على تحمير. لا، لازم الرز بتاعي يسخن قوي، لان لو سخن هيستوي بسرعه. في الفتره دي انا ببقى قايده ميه جنبي، لاني انا لازم احطه عليه ميه سخنه. وملحوظه كمان، الرز بتاعي لو انتي مش نقعاه في ميه بيعوز ميه يعني زياده حوالي كده هو عقله ونص من يعني فوق. بعد ما تغطي الرز هيحتاج حوالي عقله ونص من الميه. ده لو انتي مش بلاه، لكن لو انتي بلاه يدوب ان انتي تضغطيه بالميه وخلاص على كده يغلي غلوه، وبعد كده بتهدي عليه. تمام كده هوك. ده هنا هوك كده هوك
انا هنا اهو حطيت الميه عليه وغطيته، ونيجي بقى للخضار السوتيه بتاعي. عندي الخضار السوتيه اي خضار انت حابه تحطيه. انا هنا اهو عملت بطاطس وجزر وكوسه وفاصوليا وبصل عليها. الخضار السوتيه بيتعمل ازاي؟ بمعلقه زبده وفصين توم. احط معلقتين زبده، وبعد كده بنزل كام فص توم اللي انا فرموهم، وبعد كده ياخدوا تحميره، وانزل بالخضار السوتيه بتاعي. بس كده، مفيش اسهل من كده. بنزل على بالخضار بتاعي كده اهوت. حابه تحطي بروكلي حطي، حابه تحطي فلفل الوان حطي، مفيش اي مشكله. وبغطيه وبحط رشه ملح ورشه كمون، مش اكتر من كده. متزودوش ميه وهو بيدبل منه فيه كده اهوت، لان هو ما بيبقاش مستوي قوي زياده عن اللزوم. انا كنت مستعجله بصراحه عشان كنت ملتزمه بميعاد معين، فما صورتش بقيته. هنا عندي الحاجه كده خلصت. عندي نوك الرز اهو، بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفينه مفلفل جدا. وادي الشيش طاووق بتاعي بعد ما خد تحميره من فوق. والكفته بتاعتي بعد ما خلصت حطيتها في صينيه كده هوك على بقدونس، وحطيت لها فحماه كده هوك، ورحت نازله عليها بسنه زيت اديها ريحه الشوي. والخضار السوتيه بتاعي هنا. باجي بقى بالطبق بتاعه واروح منزله كده هوك قطعتين شيش طاووق، واروح حاطه في جنب خضار سوتيه، عشان يعني الحته المفتوحه الفتحه التانية هحط فيها مخلل زي ما انتوا شفتوا في الاول كده اهو. دي كده بتكون الوجبات بتاعتي بالمنظر دوت. الوجبه بتاعتي بيتحط فيها شويه رز، على قطعتين شيش طاووق، على قطعتين كفته، مع شويه خضار سوتيه، مع علبه المخلل بتاعتي، وبحط معاها المعلقه. الوجبه ديت بتطلع معايا من سعر 75 ل 80 جنيه. بيكون سعرها مناسب جدا، لاني انا مستخدم حاجات زي ما انتوا شايفين كده اهوت، حاجات نظيفة، وبستخدم نوع اللحمة بتاعتي بتعلي في السعر. وبحط المعلقة معاها كده اهوت من جوه، وبغطيها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وكده بيكون الاوردر بتاعي خلص. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان